عمرك حسيتي انك مش قادرة تبعدي عن حد حتى لو هو بيأذيكي، حتى لو وجوده بيخليكي متوترة قلقانة مش على طبيعتك؟ طيب عمرك حسيتي انك بتحبي حد بس غريب انك مش خايفة تخسريه؟ طب ايه هو الفرق؟ ازاي نفس الشعور ممكن يبقى حب حقيقي وممكن يكون تعلق مؤذي؟ وده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة. يعني ايه تعلق؟ التعلق مش حب، التعلق احتياج. التعلق هو انك تبقى حاسس ان الشخص ده لازم يكون موجود عشان انت تبقى كويس، يعني مزاجك متعلق برده، يومك بيبوظ يوم ما ردش، بتحس بقلق لو اختفى شوية. خليني اديكي مثال، زي مثلا واحدة بتستنى رسالة من شخص طول اليوم ولو ما ردش بتبدأ تفكر هو زهق ولا بيكلم غيري، انا عملت حاجة غلط، ممكن يكون زعلان. ده مش حب، ده قلق على اعتماد نفسي كده، يستحيل يكون حب. طب ايه هي علامات التعلق المؤذي؟ او ازاي اعرف ان انا عندي تعلق مؤذي؟ اول علامة الخوف المستمر من الفقد، مش مجرد زعل طبيعي، لا ده رعب من فكرة ان الشخص ده هيبعد. تاني علامة بتتنزي عن نفسك، بتغيري شخصيتك، مبادئك او شكلك، اي حاجة عشان ترضيه. تالت علامة محتاجة تطمني طول الوقت، انت بتحبني؟ طب متأكد؟ طب ليه اتأخرت عليا في الرد؟ دايما محتاجة دليل ان هو بيحبك. رابع علامة ان العلاقة دي مرهقة، في شد وجذب، توتر، دموع اكتر من الراحة. خامس علامة شايفة نفسك قليلة من غيره، حاسة انك من غيره ولا حاجة، مالكيش قيمة خالص. طب ايه هو الحب الحقيقي؟ بمناسبة ان احنا عرفنا يعني ايه هو التعلق، لازم كمان نفهم يعني ايه هو الحب الحقيقي. الحب الحقيقي دايما بيبقى هادي، مش بيشتتك، بيسندك. الحب مش بيخليك محتاج حد، بيخليك عايزه، وفي فرق كبير جدا. طب ايه هي صفات الحب الحقيقي؟ اول صفة امان مش قلق، مش محتاجة تسألي هو بيحبني لانك حاسة بده بتصرفاته بافعاله، انت مش محتاجة تتأكدي، انت متأكدة. تاني صفة بتكوني على طبيعتك، مش بتمثلي او مش بتصطنعي حاجة مش فيكي، او مش عايزة تغيري حاجة في مبادئك، وبرضه مش خايفة تتكلمي. تالت صفة في مساحة، كل واحد ليه حياته، مش مخنوقين ببعض. رابع صفة مش معتمدين على بعض عشان نعيش، بس بنختار بعض كل يوم. خامس صفة حتى في خلاف في احترام، مفيش تكسير نفس ولا لعب على المشاعر. طب يا دكتور اعرف من فين الفرق حقيقي ما بينهم؟ خليني ابسطها لك جدا. التعلق بيقول انا محتاجك عشان اكون كويس، لكن الحب بيقولك انا كويس بس عايزك معايا. التعلق يعني خوف، لكن الحب امان. التعلق بيستنزفك، لكن الحب بيغذيكي. التعلق بيعميكي، لكن الحب بيخليكي شايفة الحقيقة حتى لو صعبة. زي مثلا بنت في علاقة الشخص بيرد عليها كل يومين، بيختفي ويرجع، بيختفي ويرجع، هي تعبانة بس مش قادرة تمشي. ليه؟ عشان هي متعلقة مش بتحب. نفس الوقت ممكن واحدة تانية تكون بتحب حد بس لو اتأذت بجد تمشي، لان الحب فيه كرامة لكن التعلق مفهوش. طب التعلق ده بيجي منين؟ يعني ايه اسبابه؟ غالبا ده بيكون حرمان عاطفي او خوف من الوحدة او علاقات قديمة كسرتنا واننا مش شايفين نفسنا كفاية، فبنمسك في اي حد بيدينا احساس مؤقت بامان حتى لو مزيف. طب اخرج من التعلق ده ازاي يا دكتور؟ اول خطوة اعترف ان ده تعلق، لازم نعترف بالمرض قبل العلاج. تاني خطوة افصلي بين احساسك بحب وبين افعاله، هل هو فعلا بيعاملك كويس ولا احساسك بس هو بيقول كده؟ تالت خطوة ارجعي لنفسك، اهتمي بيكي بحياتك وباصحابك. رابع خطوة قللي اعتماد عليه، مش كل حاجة تبقى عليه. خامس خطوة لو العلاقة مؤذية امشي حتى لو قلبك مش جاهز، عقلك لازم يحميكي. فالخلاصة الحب حقيقي عمره ما يخليكي تحسي انك قليلة ولا يخليكي عايشة في قلق، ولو العلاقة بتكسرك فدي مش حب حتى لو قلبك بيقولك غير كده. وافتكري دايما مش كل اللي مش قادرة تبعدي عنه يبقى بتحبيه. بس كده كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع اصحابكم. سلام.